السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية يا رب، اللهم امين. وانتوا بتشوفوا الفيديو يا رب، اللهم امين. الفيديو ده طبعا متصور من حوالي اسبوع كده او 10 ايام. بس ما كانش نزل يعني، فقلت انزله لكم النهاردة عشان ما تأخرش عليكم. ده اللي انتوا شايفينه ده مول، اسمه مول فينيسيا في عثمان بيه، هنا في اسطنبول. عجبني قوي الموديلات بتاعت الحاجات بتاعته، فقلت اصور لكم كده منه شوية. حلو جدا والموديلات اللي فيه حلوة جدا وشيك قوي، وتحسي ان هي فخمة كده في منتهى الجمال. الموديلات بتاعت الفناجين والسكريات والحاجات اللي بتقدمي فيها الضيافة. هنا انتوا عارفين هنا بقى بيهتموا قوي بالحاجات ديت وبالحاجات اللي بتتحط على البوفيه واللي بتحط على السفرة او على ترابيزة الضيافة. دي عندهم ترابيزة مخصوص للضيافة بيحطوا فيها كل حاجة، بيحطوا فيها مثلا فناجين وبيحطوا فيها كل حاجة، فهم بيهتموا قوي بالحاجات دي. فقلت اصور لكم. طبعا اليوم دوت احنا اتغدينا زي ما انتوا شايفين، عملت الاكلة الحلوة القمر دي زي ما انتوا شايفين. عملت رز مبهر وعملت كفتة مشوية وعملنا طحينة. وهشارككم بقى ايه الكلام الجميل ده كله. بس الاول كان في حد من حبايبي كان طالب مني اسعار اللحمه والفراخ هنا في تركيا. فده الجزار اللي انا بتعامل معاه بصراحه. انا بحس ان اسعاره حلوه جدا. عندكم بقى الفراخ البانيه ديت الكيلو عامل 75 ليره، والدبابيس عامله 50 ليره الكيلو، واللحمه المفرومه ب190. دي مفرومه، انت بتختاري القطعه. اي لحمه مفرومه مبتبقاش جاهزه. انت بتختاري القطعه بتاعتك وبتطلبي منه تفرميها على حسب الوزن اللي انت عايزاه. عايزه نص كيلو، عايزه ربع كيلو، عايزه كيلو الا ربع كيلو، 2 كيلو، زي ما تحبي. انا عاده بحب اجيب اللحمه المفرومه، بس بقسمها في اطباق انصص. وفي زي ما انتم شايفين الكبد اللي هي بتاعت الفراخ اللي هي الفريش. سعرها نص كيلو ب15، الكيلو ب30. بتاخدي بقى طبق طبقين زي ما تحبي، بس هو الطبق وزنه يعني نص كيلو. فقلت بقى ايه اعمل واللحمه طازه كده، اعمل كفته زي ما قلت لكم. فاستخدمت بصل مبشور. انا بحطه بالميه بتاعته يعني، لان بحبش بصراحه اشيل منه الميه بتاعته. بحطه بالميه، وبحط كمان اللحمه المفرومه فوقيه، وبنزل بحزمه من البقدونس او الشبت زي ما هي متوفر عندك، اي نوع خضره يعني. انا بحب احط فيها خضره قوي. وبحط التوابل بتاعتي بقى العاديه خالص، بحط ملح وبحط فلفل اسمر وبحط بهارات 7 وبحط كزبره وبحط بهارات كفته. يعني التوابل اللي عندي بصراحه، انا بحب احبش طعم الكفته قوي يعني، عشان احنا بنحب الكفته قوي. وانا ولادي كمان من انواع اللحمه كلها ما بياكلوش غير اللحمه المفرومه كفته بس. فانا بصراحه بحب يعني احبشها لهم كده بالطعم اللي هما بيحبوه. وحطيت شطه كده مجروشه. ونسيت اقول لكم على في لحمه هنا بتتباع. طبعا في كل انواع اللحمه موجوده بالقطعيات بتاعتهم. هما هنا بيستخدموا قطع كده لحمه صغيره خالص، اسمها كوش باشيه، يعني راس العصفور، اكنها حاجه صغيره كده يعني، متقطعه قطع صغيره قد عقله الصبع كده او اكبر سنه بسيطه. بتبقى ملبسه كده شويه، سعرها بيبقى حوالي 165 169 ليره. بيستخدموها في الطبخات بتاعتهم، في البسلة، في البطاطس، بيستخدموها في الطبخات بتاعتهم كلها. لكن يعني بتبقى ملبسة شوية عشان بتبقى فيها ايه نسبة دهون شوية، وهنا بيعشقوا الدهون جدا لان هما بيعتبروها دهون صحية. هي طبعا هي دهون صحية فعلا، لكن احنا بطبيعتنا بنحب قطعة اللحمة تبقى حمراء. لكن هما يعني حتى ساعات اقول للجزار مثلا ايه مش عايزة فيها ابيض، يقولي ازاي دي حاجة كويسة جدا، ازاي بتقولي ما مش عايزة حاجة، مش عايزة حتة فيها ابيض؟ لا، لازم تاكلي حاجة فيها ابيض عشان صحتك يعني وكده. فهما بيحترموا قوي 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 الدهون الصحية. وهم على فكرة في من ضمن الاطباق اللي بيعرضوها في الثلاجات بتاعتهم برضو دهون كده متقطعة بشكل حلو قوي، برضو محطوطة ومتفكيمة وكل حاجة.
فهو بيهتموا قوي وعندهم كل انواع اللحمه بكل القطعيات بمختلف الاشكال والالوان تحفه ومهتمين قوي بتلاجات العرض بتاعتهم، يعني بصراحه سواء فراخ ولحمه، في تلاجات كمان مخصوصه للي هي لحمه الراس، زي ما وريتكم قبل كده في فيديو. والبتاع ده والممبار والكوارع متقطعه ونضيفه بصراحه ومحطوطه في اطباق. يعني مهتمين جدا جدا بالحاجات دي. مره كده هاخدكم معايا في جوله كده تفصيليه باذن الله لمحلات الجزاره، وهوريكم طريقه عرضهم للحاجات ازاي بالاسعار كمان ان شاء الله باذن الله. زي ما شوفنا كده، انا بعد ما عجنت اللحمه بتاعتي عجنتها كويس جدا جدا، لان انتوا عارفين ان اي كفته لازم تتعجن كويس جدا علشان تبقى خفيفه وعشان تبقى هشه ما تبقاش مكتومه. انا بس ما بحبش قوي احط فيها اللي هي البيكنج باودر عشان تديها نفخه كده، لكن هي ايه، انت بتاخدي نفس النتيجه الكويسه جدا بس بطريقه صحيه لما تعجنيها كويس جدا. بسيبها تستريح شويه، قلت ايه اعمل شويه رز مبهر كده بالخضار مع بعض كده، عملناه مع بعض قبل كده افتكر يعني. بس الرز المبهر ده بيليق قوي قوي مع الكفته المشويه. ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بقى، بتجيبي انتي بصلايه بتقطعيها او بتبشريها وبتشوحيها في معلقتين زبده او سمنه او زيت، وبتنزلي عليها بالتوابل بتاعه الكبسه اللي هي الليمون المجفف وورق اللوري وعود القرفه وحبهان وقرنفل. كل الحاجات ديت بتشوحيها والبهارات اللي هي الكاري والكركم، تشوحيهم لغاية ما لونهم يغمق شوية وريحتهم تبدأ تظهر. تنزلي بالرز. انا بنزل بالرز اديها تشويحة كده شوية، بكون بشرة جزر وبشرة طماطم وبديها تشويحة كله مع بعضه تاني. وبعدين بجيب معلقة من صلصة الطماطم غير الطماطمايه المبشوره دي اساسيه، وبحط كمان صلصه طماطم معلقه، بقلبها كده بتوازن اللون وبتدي طعم حلو جدا. بنزل بقى زي ما انتوا شايفين كده بالميه المناسبه للرز بتاعي. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله، وهظبط بقى الملح بتاعي والفلفل والكلام ده كله، واعملها معامله الرز بالظبط. يعني اغطي عليها، واول ما احس ان هي خلاص بدأت تتشرب اوطي عليها واسيبها بقى ايه تستوي براحتها. قلت بقى ايه اصبع الكفته كده زي ما انتوا شايفين. انا بحب قوي استخدم الصواني الالومنيوم، بحيث ان هي ايه بتوزع الحراره كويس قوي، فبحب اسوي فيها الحاجات. الكفته اهي زي ما انتوا شايفين. انا طبعا عشان ما عنديش حاجه اصبع عليها فجبت 3 من اعواد شيش طاووق، وقلت ان انا اصبع عليها زي ما انتوا شايفين كده. هخلص بقى الكمية بتاعتي دي كلها، ولو حابة تحطيها شوية في التلاجة ربع ساعة كده ولا حاجة قبل ما تدخليها الفرن بيبقى حلو جدا. لو مستعجلة عليها حطيها على طول في الفرن. مش عايزين بقى ننسى الأيام الحلوة دي، ننسى الذكر والاستغفار، ومش عايزين ننسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعي لنفسنا كتير كده، وندعي لأولادنا، وندعي لنفسنا. ربنا كده ان شاء الله يتقبل مننا يا رب ان شاء الله، ومنكم صالح الاعمال يا رب، اللهم امين. هكمل بقى الكمية. بصوا الكمية خلاص خلصت معايا، هحطها بقى في الفرن وهعمل سلطة الطحينة. انا معايا دي الطحينة دي انا يعني ايه بحبها قوي من بيم، يعني بجيبها من بيم. البرطمان دوت حوالي 750 جرام، عامل حوالي 55 ليرة. بجيب برطمان كده صغير من البازار، بيتعمل وانا واقفة كده من السمسم البيور، بيبقى حلو جدا. ال 300 جرام ب45 ليرة. اخر مرة جبته اللي هو البرطمان الحجم ده خلاص هنا كان خلص، وانا جبت بقى الجديد اللي انا حطيت منه في اول المقطع ده. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بخففها شوية بشوية مية، وبحط فصين توم كده مهروسين، وبزود كده شوية خل صغننين، بقلب بقى ولحد ما اخد القوام اللي انا عايزاه. انا بحاول بقى ايه
اقلب عشان كان فيه ايه قطع كده تكتلات من الطحينة من البرطمان اللي هو الصغير القديم. وزودت طبعا زي ما انتوا شايفين زيت زيتون، وهحط ليمون، وهحط التوابل بتاعتي ملح وكمون وشطة. وتاكلي احلى طبق طحينة مع الكفتة المشوية او مع الفراخ المشوية او مع اللحمة المشوية، مع اي مشويات يعني. عصرة ليمون كده ادت طعم وظبطت الدنيا على الاخر، وخلصنا احلى طبق طحينة ممكن تتخيلي. لو وصلتي بقى لغاية هنا ما تنسيش بقى اللايك، ما تنسيش الشير، وما تنسيش السبسكرايب، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى كده تعليق جميل كده منكم. وخلاص بصوا الرز بتاعنا لونه تحفة ازاي، لونه تحفة وسخن بقى، مع درجة الحرارة -5 بتاعتنا ديت. مش عايزة اقول لكم يعني، يعني الاكل كده تحسوا ان هو ايه يعني بينزل يدفي كده شوية. حطيت بقى غرفت كده الاكل زي ما انتوا شايفين، وهجيب الكفتة هرصها كده عليه، وبألف هنا وشفا. والطحينة هي جاهزة معانا. والمطيبات بقى اللي هي الصحيحة دي بشيلها طبعا عشان ما تضايقش حد في الاكل. هرص بقى الكفتة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. وده شكل الاكل بتاعنا. اتمنى النهارده الفيديو يعجبكم، وبترجاكم كده رجاء كده مني ليكم، يا ريت ندعي للمصابين، وندعي ونترحم على الناس اللي توفت، وندعي ربنا يزيح الغمة دي ان شاء الله وتعدي على خير بدون اي خسائر اكتر من كده. وربنا كده ينجينا جميعا من كل سوء، احنا وكل المسلمين في كل مكان يا رب، اللهم امين. وده شكل الاكل بتاعنا بعد ما خلص. وما ننساش اللايك، واشوفكم على خير. باي باي.